عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا اتأخرنا عليكم، معلش يا حبايب قلبي، ويعني غصب عني والله. أنا أول لا على فكرة كانت مسافة الطريق مسافة السكة، بس أول ما وصلنا قلنا نصور. وحشنا بجد والله. والله وحشتوني جدا والله العظيم. النهارده بقى عاملين يا جماعة مشويات. عندنا بقى هنا إيه، نيفة وكفتة وشباب وتعرف مين شباب ده؟ شباب امرأة طرب وايه دي، وكفته وفراخ مشويه وكفته وتعرف وكباب وطرب، لا وشيش طاووق. طيب معانا بقى هنا فته، طبعا عشان فارس ما بيحبش الفته دلوقتي، كان نفسه في حاجه تانية وانا عملت حاجه ثالثه. مش مشكلة عادي، معلش أنا موافق. طبعا انا لسه يا جماعه ماشيه على الرجيم والدايت زي ما انا ايه سبتكم اخر مره من شهر تقريبا. اللي شافني نزلت بقى يكتب لي في الكومنتات. باين باين يعني. أيونا بيسلم عليكم. خدوا معانا. شفتوا ايام العسل عاملين ايه في رمضان يا جماعه؟ يلا ددا يلا ددا الفانا وشايفها ددا. والله يعني عايز تبدا الاول يعني انت؟ ماشي. قدامك انت بقى، لو عايز تاكل وتزود، اللي عايز يزود يزود يعني. اوكي. انا طبعا اكلي بقى هيبقى ما تشوفوه دلوقتي. هتاكلي معانا يا ماما؟ لا مش هاكل. اكوكي. لا انا بص هاكل ده العيش بتاعي. عيش؟ والله العظيم هو ده العيش بتاعي. حلوه الفكره يا ماما؟ الفكره حلوه جدا والله. يعني انا حاساها افيد حاجه، لان احنا مش المفروض ناكل عيش كتير، مش المفروض ناكل رز كتير. نحاول نقلل من الكربوهيدرات وناكل حاجات فيها الياف كتير وخضار. نحاول ناكل الحاجات دي. انا بقالي فتره باكل الحاجات دي فحاساها كويسه يعني. دوق يا زحل. لا انا عايزه كفته. زحل مين عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز عيش. لا. عايز ايه؟ تاكل طرب ولا تاكل من ده ولا تاكل من ده؟ استنى ايه، استنى خد. ولا وانت يا فارس عايز ايه؟ خد يلا ايه. طب دوق ده يا ضحى، عايز بالله عليك ده. انا طبعا هاخد انا دي. تاكل ايه يا عايز تاكل ايه؟ الله. فارس عايز تاكل ايه؟ هاتي ده؟ شيش. روح كلها عند ماما بالخضار. قبل ما ماشي. عيال مش معمر. انا كنت عايز فاهم معمر والله. عايز ايه؟ طرب؟ لا كنت عايز حاجه زي دي كده معمره. مش فاهم. طاجن معمر، عايز طاجن معمر. دي بتاكلي ايامك معمر؟ بحلفك بالله. حاضر والله. ما تاكلي ولا؟ إيه، حط لي خيار في الطبق. هات كده. هات كده. 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 بس. الله حلو تصدق؟ اختراع يا كوتش. هتعملي لهم كل الاكلات ده في الطبخه الطيبه؟ ان شاء الله باذن الله. نعمل كحك يا جماعه، كحك والحاجات الحلوه. شوفوا ولادي عايزين ايه مع الكحك واعمله لكم ان شاء الله.
ايه رايكم يا بنات؟ ايه رايكم يا صبيان؟ حلو جميل جميل. عارفه هنا تسلمي. الف هنا الف هنا. وانا قلت تسلم ايدك صح يا ماما. الف هنا حبيبي. نسيت اقول لك الصراحه. التأخير ما كانش بمزاجي والله العظيم. كان في مشكلة في القناة والحمد لله حليناها نوعا ما يعني. رمضان جري بسرعة. جانا ومشي. اه والله جري بسرعة فعلا. انا تقريبا كده الرمضانات اللي جايه بقى لمده 10 سنين هتبقى كلها في الشتاء. ده توقع مني يعني. كويس ايوه طبعا. ده اكيد. يا بابا نعم. الضوء ده فعلا. بابا خلاص عجبه الجبنه دي. سميتوها جبنة؟ كل جو بين رمضان بيعدي عليه 30 سنة. يعني لو جه في الحر مثلا في شهر 7 في الحر الشديد يقعد 30 سنة قبل ما يجي تاني في الحر الشديد. قولوا لي المعلومة دي صح ولا لا؟ ايوه هي بنسبه كبيره صح. ممكن نحسبها. لا والله بقى اللي معاه انا حاسبه او ورقه وقلم بقى ايه. بس انا كنت فاكر وانا صغير يعني اول ما اللي هو بقيت فاهم بقى الصيام وكده تقريبا 7 8 سنين كان حر لحد من سنتين او سنه. حر من السنه اللي فاتت بقى اللي هو السنه دي ابتدى الدنيا ايه ترطب. فانا اقول بقى ده هتبدا كده مثلا بتاع 10 سنين ولا 15 سنه على ما تتحرر تاني. 30. نيمة كام يوم كده سمعت حاجة للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني سخر لنا الأنعام. مثلا الجمل ربنا مسخره لينا. ممكن عيل صغير طفل صغير عيلة صغيرة تقعده وتحمله وتقول له قوم كده مسخر لينا. انت فاهم؟ فاهم. لكن التعبان قد كده مش مسخر لينا. لو جه شويه ناس رجاله قاعدين ورميت عليهم تعبان مش مسخر لينا كله هيجري. انت فاهم؟ شوف تخيل حجم الجمل لو مش مسخر لينا ده كان هيعمل ايه ده؟ ويبقى الرعب بتاعه ازاي؟ سبحان الله. مظبوط. فعلا سبحان الله. يقول لك يجي مثلا واحد فلاح يحمل المؤاخذة أعزكم الله الحمار بتاعه يحمل له سبخ وجلة وكده ويبقى الحمار متبهدل. الحمار يشيل مسخر لينا. يجي مثلا الفلاح يمسك عمدة مثلا يقول له نظف يا ابني الحمار ده عشان اروح بيه المركز للمأمور مش عارف تلاقي الحمار نظيف. تحمله كده يشيل تحمله كده يشيل مسخر. سبحان القادر. فعجبتني يعني المقولة دي نعم بالله. عليه رحمة الله. سبحان الله. قعدت اتخيل التعبان ايوه ويرعب مش مسخر. سبحان الله. ولو جينا ندور هتلاقي ان التعبان مفيد. ممكن بياكل حيوانات معينه لو كترت بعدد كبير هتعمل خلل توازن. ما الكلاب برضه يا جماعه
يعني الكلب اللي بيهوهو في الشارع الواحد بيبقى خايف منه فعلا، بيبقى سعران وكده. ففي دول بتقتل الكلاب دي. ايوه الرسول امرنا ان احنا نقتل الكلب العقور. ايوه كلاب كتيرة في كلب فيهم بيبقى وحش فهم بيقلدوه. تلاقي كلب من ضمن الكلاب اللي بتبقى القطيع ده، بتلاقي كلب لوحده كده هو اللي بيقودهم. فاهم؟ ده ممكن ده نبتعده عن الكلاب، لكن ما ينفعش ان احنا نمنع الكلاب، لان لو احنا منعنا الكلاب دي نعمل خلل. بنعمل خلل في التوازن وهيخش علينا الثعالب. ايوه انا عايز اقول لك شفت ثعالب كتير هنا بجد والله والله. العظيم بسبب ان الكلاب قليله. هنا الكلاب قليله هو في الحته كل دي. ده كل ده ولا ايه؟ كل ده قليله صح. ده كده قليله. بيستخبوا مع بعض في مكان فالثعالب بقى والله جت صديقه من المانيا قالت لي انت عندكم كلاب بطريقه فظيعه. هي الكلاب كتير فعلا امم في المناطق المختلفه. انتوا عندكم كلاب فظيعه. بس الثعالب اللي موجوده اللي هي الصغيره دي اللي هو نوع اسمه مش عارف حاجه كده، نوع من انواع الثعالب مش مؤذي يعني. بس الكلب ده اسمه ابو الحصين. ايوه ابو حاجه. ابو ابو الحسين. الحصين ايوه اللي عارف اسمه يقول. ده واحد من الجيش صاحبي هو اللي قال لي عليه. هو احنا شفناه واحنا هنا فقال لي ايه ده ابو الحسين، فبقول له ده ثعلب. بتعرف منين يعني؟ هم عارفينه بقى في الصحراء بقى والكلام ده. والله. في الجيش بقى عارف. ابو الحسين جسمه قليل شويه. يعني جسمه صغير، ثعلب صغير. الديب جسمه يعني ده ما يأذيش هو يخاف مثلا من الديب يعني؟ انما يقول لي ابو الحسين ده بيقفش. ما يأذيش يا فارس؟ عادي حيوان عايش بياكل حشرات. بيخاف بيجري، يا شاف من انا يخاف يجري. انا لو شفت انا اللي هخاف واجري. ده هو بيخاف مننا. والله ده بقول لك بيجروا وراه العيال في الجيش. لو يفهم. ما يعرفوش يمسكوه. ايوه ما يعرفوش فعلا. بس اللي هو حلق عليه تلاقيه مره واحده هرب يحفر بقى وتلاقيه نزل تحت الارض وحاجات غريبه. سبحان الله ربنا خلق كل حاجه لسبب. انتظروا بقى يا جماعه ان شاء الله باذن الله نعمل كحك العيد طريقتي الخاصه، ان شاء الله يطلع حلو باذن الله ويعجبكم. بطريقه مبسطه، بس انا المواد اللي بحطها بحب المواد الطبيعيه اكتر يعني. ما بحبش الزيوت النباتيه ولا بحب السمن النباتي ولا الكلام ده يعني. فهتلاقوا العمليه شويه مكلفه شويه، بس في الاخر هتلاقوا حاجه نظيفه عيالكم ياكلوها. بلاش نعمل 5 كيلو 10 كيلو، بلاش نعمل الكميات الكبيره علشان هتحتاج منكم سمنه، فتضطروا تجيبوا سمنه نباتي. فمن الافضل لما تعملوا كميه قليله بمكونات نظيفه. عيالكم تاكل لقمه نظيفه، ولا ياكل كحكايتين 3 حاجه نظيفه تخش يا رب تسلق وتمري فيه، احسن ما نديهم حاجات يعني ايه. انا بحاول على قد ما اقدر ما دخلش المواد الصناعيه في الاكلات يعني، بصرف النظر عن الماجي، عشان الماجي دوت ان شاء الله انا هعمله في البيت برضه، هشوف الطريقه برضه بتاعته ان شاء الله نعمله في البيت، لان انا بحب احطه في اكلي. عشان ما اطولش عليكم طبعا، ان شاء الله قريب جدا هطلع لكم ان شاء الله باذن الله. لو قدرت انزل لكم الفيديو النهارده ان شاء الله هطلع لكم لايف برضه، عشان بحبكم قوي وانا نفسي اتكلم معاكم وحشتوني جدا والله العظيم. عايزين تقولوا حاجه؟ عايزين نقول نسيبكم في رعايه الله وامن سلامته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيبي نينو يونا. يا لهوي. يلا